اهلا بيكم في تاني فيديو من سلسله اخبار السينما اللي ملهاش اسم لحد دلوقتي. بنتكلم هنا عن اخبار الافلام والمسلسلات والممثلين واي حاجه ليها علاقه بالسينما. فقبل بقى ما نبدا الفيديو بالاخبار المثيره اللي فيه، اتمنى ان انت تنزل تعمل لايك للفيديو وما تكسلش، اشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده كده لو حابب ان انت تشوفني تاني، وبالمره لو لقيت اسم بقى لسلسله فيديوهات الاخبار دي قولها لي في الكومنتات. كفايه كلام بقى ويلا بينا. الاشاعات بتكتر جامد الفتره الاخيره عن روبرت داوني جونيور، واحتمال كبير ان احنا نشوفه تاني في عالم مارفل. هيرجع طبعا بشخصيته ايرون مان في فيلم افنجرز سيكريت وورز، ولكن للاسف الفيلم ده متوقع عرضه ان هو لسه في 2026. انا ما بشوفش اشاعات بتطلع على الافلام كده الا في عالم مارفل، اخرهم دكتور سترينج لو فاكرين يعني، وخدنا على قفانا في الاخر. سادس اسرع فيلم في التاريخ يوصل للمليار دولار في شباك التذاكر. فخليني كده اقول لكم الافلام اللي وصلت للمليار. معانا في المركز السادس فيلم افاتار، في المركز الخامس سبايدر مان نو واي هوم، المركز الرابع جوراسيك وورلد، المركز الثالث ذا فورس اويكنز، ومعانا طبعا المركز الاول والثاني هو افنجرز انفينيتي وور في المركز الثاني، والاول هو اند جيم. اكتر مسلسل اتقرصن في سنه 2022 والناس شافوه بشكل غير قانوني هو مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. مش عارف المنصه المفروض تفرح ولا تزعل. هو اتشاف كتير بس اتشاف ببلاش. منصه امازون اللي عملت مسلسل رينجز اوف باور يا رب ربع المشاكل دي. البوستر الجديد لفيلم الرعب المنتظر سكريم، واحد من الافلام اللي انا بحبها، ينزل بشكل رسمي يوم 10 مارس 2023. ما انتوا برضو لازم تراعوني يا جدعان، انا مش هقدر احفظ التواريخ دي كلها في فيديو واحد. الكاتب والمخرج راين جونسون بيقول ان هو خلاص بدأ يشتغل على فيلم نايفز اوت الجزء الثالث، وهم كده ناويين يكملوا سلسله ما نعرفش هتبقى من كام جزء، لكن الجزء الثالث هيكون موجود في سنه 2024. هيحلبوا السلسله دي حلب. خليني اقول لكم اعلى فيلم مشاهده باللغه الانجليزيه في نتفليكس لسنه 2022. هو فيلم حلو بس انا الصراحه حاسه خد اكبر من حجمه، وهو فيلم ذا جراي مان. دول بقى اكتر 5 افلام حققوا ارقام خياليه في شباك التذاكر في صالات السينما في سنه 2022. للاسف فيلم ثور محقق 761 مليون دولار. معانا فيلم ذا باتمان اللي من افضل افلام السنه محقق 771 مليون. بلاك بانثر وصل ل 807 مليون دولار. الاغرب بقى منهم هو فيلم مينيونز اللي انا بحبه يعني، وصل ل 939 مليون دولار. معانا دكتور سترينج اللي انا اتفاجئت ان هو وصل للرقم ده، ما اعرفش عملها ازاي، 956 مليون. 3 افلام الوحيدين اللي عدوا المليار في سنه 2022 هما جوراسيك وورلد وافاتار وتوب جان مافريك. ده الاقرب لقلبي كده كده يعني. نيجي بقى لخبر مضحك ومثير للشفقه في نفس الوقت. اللي معانا ده كاتب كوميكس معروف جدا، وهو اللي كتب الكوميكس بتاعت مسلسل شي هالك. بيقول ان اكتر مسلسل قريب للكوميكس فعلا هو مسلسل شي هالك، لان الشخصيه منقوله من الكوميكس للمسلسل بالظبط، وان المسلسل ده بتاريخ اعمال مارفل. ما انا مش فاهم، هو لو الخبر ده صح يعني مارفل سابت كل الكوميكس العظيمه الموجوده وعملت لنا شي هالك؟ اتوقعها من مارفل الصراحه. اما بقى لو غلط، بما اني ما بقراش كوميكس يعني، فيا عم دان ريح انت وشخصيتك التعبانه ورجعوا لنا هالك القديم. عامه اي نسخه من هالك هتبقى احسن من العبث ده. نيجي بقى لخبر الغاء مسلسل 1899، وبالمناسبه فهو ما اتلغاش عشان المسلسل فشل، بالعكس المسلسل بيحقق ارقام كويسه جدا، وكان مفترض ان هم يكملوا ل3 مواسم، ولكن على حسب كلام كل الصحف فالمسلسل تم الغائه بسبب السرقه. بيكتشفوا ان فكره المسلسل ماخوذه بالنص من روايه كتبتها ست قبل ما المسلسل يتعمل اصلا، وده حط صناع المسلسل في ورطه ان هم لازم يوقفوا المسلسل عشان يتجنبوا اي مساءله قانونيه ممكن تحصل. وفي توقعي يعني ان هو ده السبب الحقيقي، لان فعلا مفيش سبب واضح يخليهم يلغوا المسلسل. ونرجع بقى روبرت داوني جونيور اللي انا ما ورايش غيره النهارده في الفيديو ده. على حسب كلام الصحف ان هو فعلا وافق خلاص ان هو يرجع بدور ايرون مان، وان ظهوره هيكون ظهور شرفي فقط في فيلم ارمور وورز. انا مش عارف الصراحه، مش متفائل ليه بالاشاعات اللي بتطلع دي، وحاسس ان هو برضه نفس الاشاعه اللي طلعت قبل فيلم دكتور سترينج، وكانت حاجه قمه في الضحك يعني. لما شفنا الفيلم ما شفناش ولا شخصيه من اللي كانوا بيتكلموا عليه. عموما اول ما يكون في حاجه رسميه انا مش هتاخر، واتمنى برضه ان انت لحد دلوقتي ما تكونش اتاخرت ونسيت تعمل لايك ونسيت تشترك في القناه، الحاجات الجميله دي يعني. مسلسل سيفرنس اللي عجبني جدا في سنه 2022 برغم ان احداثه كانت بطيئه شويه، ولكن كفكره المسلسل كان ابداع الصراحه. اكتر مسلسل النقاد اتكلموا عنه في سنه 2022، ونقاد كتير جدا بيمدحوه، عشان كده بقى في المركز الاول على موقع ميتا كريدت، وتعدى مسلسلات تانية زي بيتر كول سول وذا بي. ورسميا زي ما قلت لكم من فتره، مسلسل وينزداي الموسم الثاني خلاص كده رسميا من نتفليكس، وبعد صراع كبير بين اكتر من منصه الا نتفليكس قدرت تهزم كل المنصات الثانيه اهمهم امازون، وقدرت تاخد حقوق الموسم الثاني. اما بقى بخصوص الموعد الرسمي للمسلسل فهو لسه ما نزلش، بس هم فعلا هيبداوا يشتغلوا عليه الفتره الجايه يعني. لو على حسب بقى الكلام المنتشر في الصحف فاحنا ممكن نشوف الموسم الثاني على سنه 2024، وفي كلام اصلا ان هو ممكن يكون موجود في اخر السنه دي. انا اتمنى يعني ان هو ما يتاخرش. منتجين افلام جيمس بوند بيتكلموا مع الممثل اللي هيكمل السلسله، وبعد ترشيحات
كتير بيستقروا على الممثل ارون تايلر، وبنسبه كبيره خلاص يعني الامور كلها ماشيه تمام ومش هيتغير الا اذا يعني، ودي بتحصل كتير بالمناسبه، احتمال نشوف موسم جديد من مسلسل شيرلوك. ستيفن موفات قال ان هو مستعد ان هو يكتب موسم جديد من المسلسل، وده طبعا على شرط ان الممثلين اللي قاموا بالمسلسل يرجعوا يكملوه، ما بين كامبريدج ومارتن فريمان. واحد من اكتر افلام الرعب المنتظره في سنه 2023 وانا فعلا لازم هشوفه اول ما ينزل، وهو فيلم ايفل ديد رايز. البوستر الرسمي نزل والاعلان كمان، وحقيقي انا يعني متحمس جدا، اتوقع ان هي هتكون تجربه مرعبه مميزه في السينما. ديفيد باتيستا بيعلن ان هو مش هيكمل في عالم مارفل تاني، اخر ظهور ليه هيكون في فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي، وانه بعد الفيلم ده هيبدا بقى يركز في ادوار دراميه اكتر. بيقول كده بطريقه غير مباشره يعني كفايه مارفل وشغل اطفال. فانز مارفل انا ماليش دعوه، هو اللي قال. لمحبي بقى بنتن وانا منكم طبعا، كل الكلام حاليا عن فيلم جديد هيتم انتاجه بيتكلم عن الشخصيه دي، لكن لسه في حيره بين هل يعملوا فيلم او مسلسل، بس في الغالب يعني هيكون فيلم، ولكن اتمنى ان هم يظبطوا المؤثرات البصريه. اما بقى على ارض الواقع انا شايف ان هم هيخافوا ياخدوا الريسك اصلا، وان هم يحطوا ميزانيه انتاجيه كبيره، لان الافلام اللي زي بنتن او ديث نوت اللايف اكشن اللي اتعمل وفشل، وان بيس برضو، الحاجات دي كلها الناس متعلقه بيها من قبل كده، فانت عشان تعمل حاجه تليق بيهم انت محتاج تصرف كتير. وعامه اول ما يعلنوا عن الكاست بشكل رسمي هتلاقوني بقول لكم على طول، لان البوستر اللي انا حاطه ده عجبني فقلت احطه لكم يعني. ده بقى خبر للناس القديمه شويه، فاكرين فيلم 8 مايل؟ 50 سنت بيصرح ان هو حاليا شغال مع امينيم عشان يعيدوا الفيلم ده ولكن على شكل مسلسل. صراحه اشوفها تجربه، لو نجحوا فيها فعلا هتكون حاجه مميزه. الموسم الرابع من مسلسل يو زي ما هو معروف هينزل على مرتين، القسم الاول من الموسم الرابع هيكون موجود يوم 9 مارس على منصه نتفليكس. طبعا انا وحشني المسلسل ده بالمرضى النفسيين اللي فيه. احب بقى افكركم ان حفله توزيع جوائز الجولدن جلوبز هتكون يوم الاربعاء، معرفش بكره او بعده على حسب ما انزل لكم الفيديو ده يعني. ده مش خبر ولكنه تحذير، لو لسه ما اشتركتش في القناه فانا بحذرك. المخرج جيمس كاميرون بيكون هو اول مخرج في التاريخ عنده 3 افلام بتكسر المليار ونص في السينما. ايوه مفيش مخرج عملها قبل كده. في خبر صدمني الصراحه عن فيلم افاتار الجزء الثاني اللي الناس بتقول ان هو عباره عن مؤثرات بصريه وبس. جيمس كاميرون في الفيلم ده طلب متخصصين في الغوص وحبس الانفاس تحت الميه، وواحد منهم وصل ان هو يفضل تحت الميه 11 دقيقه، ودي تجربه ما حصلتش قبل كده في تاريخ السينما. اكتر فيلم اتعاد في سنه 2022 هو واحد من افلامي المفضله، ذا باتمان. بمناسبه بقى الوسايط في السينما، تعالوا اقول لكم ان توم هانكس حاليا بيتعرض لهجوم كبير. فايه اللي حصل، او بمعنى اصح يعني توم هانكس عمل ايه في فيلمه الجديد امان كولد اوتو؟ اختار توم هانكس ابنه عشان يشاركوا في الفيلم. طب ايه المشكله؟ ابنه مش ممثل، شغال فوتوغرافر، وبرغم كده فرض ان هو يمثل عادي، ومع انه مشهد صغير لابن توم هانكس هيعمل فيها دور توم هانكس وهو صغير، بس الناس بقى ما رحمتوش ووصفوه ان هو بيشغل عيلته معاه وخلاص. المستفز بقى هو رد توم هانكس عليهم، قال لهم بكل بساطه اتس فاميلي بزنس. بس كده كويس، ظاهره ابناء العاملين ما طلعتش في مصر بس. وبالمناسبه في فيلم توم هانكس الجديد هينزل يوم 13 يناير في السينما. سوني بتاكد ان هم حاليا شغالين على اكتر من 10 مشاريع مقتبسين من العابهم عملوها، لسه ما نعرفش بالظبط هل هم افلام، مسلسلات، كرتون، انمي، ما حدش عارف. بس هو خبر اهو، قلت اقول لكم بصراحه عشان الفيديو يطول شويه واعرف احط اعلانات عشان الدنيا مزنقه معايا اليومين دول. فيلم مدته 3 ساعات ونص من بطوله خواكين فينيكس، ولكنه فيلم غريب. خواكين فينيكس هيقوم ب4 شخصيات في الفيلم ده. الفيلم محمس جدا الصراحه، وبغض النظر عن ال3 ساعات ونص دول اتمنى فعلا ان هم يكونوا ممتعين. الفيلم هينزل رسميا في شهر ابريل. وبس كده يا جماعه، دي كانت كل الاخبار اللي في الفيديو. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا وعملتوا لايك للفيديو، وشكرا ليوسف عرفه ان هو بيتابع الاخبار اول باول، بيساعدني ان انا اعمل الفيديو ده. هو عنده امتحانات دلوقتي فادعوا له بقى ان هو ينجح على خير. وقولوا لي برده في الكومنتات لو فكره الاخبار دي عجبتكم، هل اكمل فيها ولا لا. وعامه عدد اللايكات هو اللي هيحكم، فلو وصلنا الفيديو ده 1000 لايك فهكمل، لو ما وصلش فهكمل برده. بس كده بعمل اللي في دماغي. لا بجد يا جماعه، قولوا لي لو عجبتكم او لا. وانا على اسماعيل نونز موفي اصلر، اشوفكم في فيديو جديد. اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.